قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن سعر الدولار انخفض في الأسواق بمجرد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وفي القريب العاجل هتنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين. وأكد الدكتور علي مصلحي أن وزارة التموين بتوفر حاليا كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%، وليه الأسعار هتنزل تاني الفترة اللي جاية. والكلام ده كان على هامش المؤتمر الصحفي اللي عقد الدكتور علي مصلحي بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان 2024 الرئيسي بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض اللي في مدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية. والمعرض ده حضره أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومن النهاردة الخميس هيبدأ المعرض يستقبل المواطنين اللي هيقدروا يشتروا كل السلع الغذائية اللي محتاجينها بأسعار أقل بكتير من اللي في الأسواق وكمان بجودة عالية. وبتوفر معارض أهلا رمضان شنط رمضان بأسعار مخفضة بتبدأ من أول 70 جنيه وأغلى شنطة ب 220 جنيه. ومحتويات الشنطة كالآتي: أول شنطة ب 70 جنيه وبتتكون من كيلو سكر، كيلو رز، وكيس مكرونة. تاني شنطة ب100 جنيه وبتتكون من كيلو رز، كيلو سكر، إزازة زيت، وكيس بلح. تالت شنطة ب150 جنيه وبتتكون من إزازة زيت، كيلو سكر، كيس سمنة، كيلو مكرونة، 8 كيلو شاي. رابع شنطة ب180 جنيه وبتتكون من فرخة مجمدة، كيلو رز، برطمان صلصة، كيس سمنة، كيلو بلح، و8 كيلو شاي. خامس شنطة والأخيرة هتكون ب220 جنيه وبتتكون من كيس كفتة، كيلو مكرونة، إزازة زيت، كيلو دقيق، وكيلو رز، وكيلو سكر، و2 كيلو بلح. وفي جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طمن المواطنين وأكد على توافر مساحات للتخزين بكل معارض أهلا رمضان وكل منظومة سلاسل الإمداد علشان الحكومة تضمن إن السلع الغذائية مش هتخلص من المعارض، وكل ما تقل هيتضاف مكانها بشكل فوري، وده لضمان استمرار تواجد كل المعروضات. وكمان طمن المواطنين على جودة السلع الغذائية اللي هتتقدم لهم في معرض أهلا رمضان، وقال كل السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكن بأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 30% وأكتر كمان الفترة اللي جاية، وإن السلع دي موجودة في المعرض لمواطنين فقط مش للتجار. وبالنسبة لأسعار السلع في المعارض هتلاقيها بسعر موحد في كل فروع المعارض الموجودة في كل المحافظات، وهتكون كالتالي: كيلو السكر ب27 جنيه، كيلو الرز ب25 جنيه، كيلو الدقيق ب28 جنيه، المكرونة 300 جرام ب9 جنيه ونص، وزيت الخليط ب65 جنيه، وزيت عباد الشمس ب90 جنيه، ربع كيلو الشاي ب57 جنيه، الجبنة الربع كيلو ب14 جنيه، علبة الصلصة 300 جرام ب14 جنيه ونص، الخل ب12 جنيه. أما بقى بالنسبة للحمة البقري فهتلاقيها ب250 جنيه، والفراخ المجمدة ب100 جنيه، والوراك ب90 جنيه، أما الصدور ب57 جنيه.